السلام عليكم، معاكم محي ياسر ورجعنا لكم بحلقه جديده من ازاي وسافر. النهارده عاملين كوكينج تشالنج ما بين محي ياسر ويارا. النهارده هننزل نسال الناس في الشارع ايه اكتر اكله عايزين ياكلوها في رمضان، وهننزل نجيب كل الانجريدينتس وهنرجع نعمل كوكينج تشالنج نشوف مين فينا هيطبخ الاكله دي احسن. ولو عايزين تعرفوا النتيجه ومين اللي كسب خشوا برضو اتفرجوا على الفيديو عندي على الشانل بتاعتي. ويلا بينا يلا بينا. اوفر قوي اللي انت بتعمله ده بجد. اجيب لك شلته؟ لا تمام، شايفه يعني تمام. ما قلتليش بقى ايه ازاي وسافر دي؟ بدون تريقه يعني بص، هي المفروض تشانل يعني للسفر وكده. المفروض بقى ان انت فاهم تلحلحها كده وتتلحلح وتصرف شويه فلوس وتسافر عشان تنبسط. انت شايفه ايه اهميه السفر يعني؟ وهي فكره السفر ان انت هتشوف بقى كالتشر مختلفه، تشوف ناس مختلفه، تشوف دنيا تانية مختلفه غير الحاجه اللي انت متعود عليها. يارا طب انت دلوقتي شايفه ايه اكتر يعني الناس اللي عايزه تسافر ايه البلد اللي يسافروها كاول خطوه؟ يعني هو سؤال ليه شقين، تمام؟ شق الفيزابيلتي كاننا مصريين، سؤال ذو حدين. كاننا مصريين عندنا بقى مواضيع الفيزا، مش سهل ان احنا ناخد فيزا اوروبا مثلا في الاول والحاجات دي. الحاجه الثانيه يعني هل هو مثلا بيحب الطبيعه، بيحب الاكل، بيحب الشوبينج؟ ايه رايك في السياحه الداخليه؟ مصر من احلى البلاد اللي في العالم، والله بجد مصر بلد حلوه جدا جدا ومليانه حاجات. انت فاهم اصلا فكره ان انت تبقى بلد القاهره في السيتي بتاعتها فيها حاجات كتيره كده، دي مش عاديه. قولي لي اغرب موقف حصل لك وانت مسافره. مره كنت بودابست في المجر وطيارتي من فيينا، تمام؟ وخلاص بقى معيش ولا مليم وكل حاجه خلاص، والمفروض اخد باص الصبح من بودابست لمطار فيينا، تمام؟ بس يا سيدي وصحيت تمام، رحت ركبت الباص وكله تمام. الباص المفروض ساعتين باين، فايه قعدت رحت نمت. صحيت امتى بقى؟ بعد ما الراجل عدى المطار ب10 دقايق. فقمت بقى يا لهوي يا نهار اسود، والطياره اكيد هتفوتني وبتاع. ورحت بقى والراجل بقى الماني سخيف سخافه الدنيا، عماله بقول له سوري نزلني، فقعد يزعق والمطار عدى واكيد مش هرجع لك وبتاع. قلت له طب نزلني هنا، فقال لي طب خلاص. فتح الباب وقال لي انزلي. قلت له لا ما هو انا شنطتي بقى، انا عايزه الشنطه. واول بقى ما وصلت مطار فيينا بقى لقيت ان الطياره ما فاتتنيش بقى، وان انا لحقت بالظبط اخر واحد تركب طياره. فبقى كنت بقى فاهم براود في ماي سيلف. اكتر حاجه بقى مجنونه واخده بالك انت مجنونه واخده بالي عملتيها وانت مسافره؟ اكتر حاجه كان فيها اللي هو الادرينالين ده كان في الفلبينز. تاخد مركب كده صغيره وتخش تعوم بقى مع الويل شاركس، ده اكبر سمكه في العالم. بص بقى الاحساس وقتها بصراحه لا ما خفتش، بس عارف كل ما تبقى عايم جنبه كده هو قلب الواحد بيبقى بيدق كده. احنا دلوقتي في شارع 9، والمفروض هنسال الناس ايه اكتر اكله بتحبوها في رمضان. دي المفروض بدايه التشالنج بتاعتي انا ومحي، فاكتر اكله الناس هتقول عليها هنطبخها وهنشوف مين اللي هيطبخ احسن. استنوا معانا. فاصوليا، سبانخ كده يعني. ما بتحبش اي لحوم ولا اي حاجه؟ طبعا باكل لحمه وفراخ اي حاجه يعني. طب المكرونه بشاميل اخبارها ايه؟ تمام. لا انا بحب ملوخيه ماما، فملوخيه. الملوخيه ماشي، شكرا يا مايكل. باكل رز وملوخيه وبطاطس. مكرونه بالبشاميل لا بناكلها كتير في رمضان. ده لسه كده امبارح. انا ما بحبهاش اصلا، بس ماشي يعني شغال عادي، لو موجوده اكل عادي. محشي وكشري. مكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل. طيب والحلو بقى؟ الحلو البسبوسه، رز بلبن، كنافه. يا سلام. قطايف. تمام. وانت؟ قطايف نفس الكلام؟ لا هو احنا بنحب كله، بس هو الطبيعي اول يوم رمضان كل بيت لازم يجيب بط ويجيب فطير، هي ده الاساسيات بتاعتنا. محشي كرنب، ورق عنب، ممكن قنبله من عند الكرنك. قنبله دي اللي هي كل حاجه على كل حاجه، صح؟ طبيعي. بسبوسه انا كمان.
الشارع عايزين تاكلوا في رمضان، فالناس قالت عايزين ياكلوا حاجتين، مكرونه بشاميل وملوخيه. فانا اللي طلعت هطبخ مكرونه بشاميل ومحي هيطبخ الملوخيه. لو عايزين تشوفوا محي بيطبخ الملوخيه ادخلوا على الشانل بتاعته محي ياسر، ولازم تشوفوا المرياله الجميله اللي هو لابسها دي. طيب دلوقتي يا جماعه اول حاجه اعملها في الطبخه بتاعتي ان انا هبدا اخرط الميته دي. هو ده اللي بقالك 4 ايام بتتمرن؟ زي ما انتم شايفين شغل فنادق، محصولين على وجبات لذيذه ومغذيه لعائلتك بدون اضافه اي دهون او ملح. يعني كده بجد، يعني احسن من جريمه الاكل اللي بتحصل ورايا دي. مبحبش اتكلم عن نفسي الصراحه. بعد لما خرطنا الملوخيه وعملت التبوله بتاعتها، يا جماله يا جماله. يعني بجد يا محي انت دي احلى حاجه هتاكلها في حياتك كلها. دي بتبوظ. بص هي مش ماسكه نفسها بس قوي يعني شكل يلا يا محي يلا يا بابا عشان تدوق. هنقيم الاول من ناحيه الريحه. مرينجا مكرونه اصلا سخنه قوي خلي بالك. لا والله حلوه، دي حلوه بجد. سقفه البشاميل اديها 9 من 10. ودلوقتي يا جماعه احنا خلصنا المكرونه بشاميل، احلى مكرونه بشاميل محي لقاها في حياته كلها. ولو عجبتكم طريقه عمل المكرونه طبعا هتلاقوا المكونات كلها في الديسكربشن، مفيش اي مشكله خالص. وادخلوا على الشانل بتاعت محي عشان تشوفوا الشوربه اللي هو عاملها اخبارها ايه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا تزوزوا.